معروف ان مصر بلد الجدعنه والشهامه والرجوله، ولو قعدت اقول من هنا ل 100 سنه مش هكفي حق المصريين. لكن بقالي يومين بشوف بعض الكائنات المتعفنه الزملكاويه، وانضم ليهم كمان الكائنات المتعفنه المدوده الاسماعيلاويه. قبل ما ادخل في التهزيء والاهانه اللي عايز اوصلها لهم، انا عايز اسال سؤال واحد فقط لا غير: هل شفت واحد من جماهير الاهلي في اي مره من ساعه ما اخترعوا كره القدم لابس تيشيرت الاهلي ورايح يشجع فريق ضد الزمالك او الاسماعيلي؟ مستحيل، من رابع المستحيلات تشوف المنظر ده. عارف ليه؟ علشان عنده نادي مكفيه بطولات وانجازات، والدواليب هتقع من الانجازات. نادي لف العالم كله وعمل كل شيء يرضي الجماهير. انت وهو اذا كان زملكاوي او اسماعيلاوي محروم، وعارف ومتاكد ان الاهلي عقد كل مشجع زملكاوي او اسماعيلاوي من اول ما اخترعوا الكوره. بس المفروض ده يكون جوه الملعب اثناء اللعب، وبنخرج من الماتش خلاص انت مصري واخويا، ما يخصنيش بقى اللي حصل جوه الملعب ايه. اللعيبه ذات نفسها تبقى جوه الملعب شادين مع بعض وخاربين الدنيا، واول ما الماتش بيخلص بيروحوا يقعدوا مع بعض. مش نسمع ان اهلاوي قاعد على القهوه في اسماعيليه وصاحب القهوه سمعه وهو بيتكلم على الاهلي يقوم قايم ممشيه، يقول له قوم يمشي، ويتخانق معاه كمان علشان عرف بس ان هو اهلاوي. دي في حد ذاتها قله تربيه وقله كرامه. اهلك ما عرفوش يربوك ويعرفوك يعني ايه تطرد ضيف من عندك من مكانك، ومهما يعمل ما ينفعش تمشيه من مكانك بالطريقه دي ابدا. هو حضرتك عمل لك حاجه جامده قوي للدرجه دي خليتك تطرده من مكانك؟ ايه، كان متجوز الحاجه الوالده وطلقها مثلا؟ كل عليك ورثك مثلا؟ انت ذات نفسك بتشجع الاسماعيلي ليه؟ ما تسالوش هو بيشجع الاهلي ليه؟ ايه الحاجه الكبيره قوي اللي عملها خلاك تمشيه من قهوتك اللي قاعد فيها بفلوسه؟ نيجي بقى للزملكاويه. لما تسافر من المانيا للمغرب علشان تشجع فريق ضد فريق مصري وابن بلدك، ولما رابطه كامله تعلن تشجيعها الفريق ضد فريق مصري، هنا بقى لازم تتاكد كاهلاوي كميه التعب النفسي والعصبي اللي وصل له الجمهور ده، وتعرف قد ايه ان الاهلي نعمه كبيره جدا حرفيا، لانك منتمي لفريق كبير بتشجعه هو بس ومكتفي بيه. من بعد مباراه الذهاب جماهير الزمالك والاسماعيلي بيتكلموا على الماتش اكتر من الاهلاويه، وقناه الزمالك نص اليوم كلام عن ماتش الاهلي والوداد. هنا بقى صدقت مقولتي اللي دايما بقولها: الزمالك بيخرج من دور المجموعات وجماهير الزمالك بتكمل للنهائي، بس تشجيع ضد الاهلي. دمتم محاريم، هزقتوا كرامتكم وعزه نفسكم. لما واحد يطرد من الجماهير بتاعه المغرب في الملعب ويزق بالزقه المهينه دي، يبقى انت فعلا بتحب الذل. لما واحد يحجز تذكره من المانيا للمغرب عشان يروح يشجع فريق ضد فريق تاني، ده قمه الذل والاهانه. خليكوا كده لفوا العالم كله تشجيع ضد الاهلي وبرضه هتفضل مذلول ومحروم. وانا الاهلي انا اللي دايما تعب نفسك مخليك تلف حوالين نفسك، تلف العالم كله تسافر تشجع، بس مش مع فريقك، مع الاهلي يلا، علشان انت عمرك ما بتطلع من 100 عقبه، وانت كاسماعيلاوي عمرك ما بتطلع من اسماعيليه. اهلاوي انا والفخر ليا، وان شاء الله ال11 اهلاويه وتقعد انت وهو مزاليل تشجعوا بقيه حياتكم فرق ضد الاهلي، لان فرقكم ضعيفه والفرقتين مش هينصفوكم ومش هتتفرجوا على بطولات زي دي وانتوا بتشجعوهم. استنيكم من لحد تلبسوا تيشيرت الوداد اذا كان اسماعيلاوي او زملكاوي. اهلاوي انا هلا، والفخر ليا ان التيشيرت ده ملكي، وانت مش عارف تملك زيه ولا زي بطولاته. وهنرجع بالكاس من المغرب. موتوا بغيظكم. سلام عليكم.